احذر من طرد القطط من المنزل، فقد تطرد معها البركة. كل من يحب دخول الجنة يضغط إعجاب ويشترك في القناة، واستغفر ربك في التعليقات. القطط ليست مجرد حيوانات أليفة، بل في الإسلام لها مكانة مميزة، فقد كانت تدخل بيت النبي وتشرب من وضوئه وكان يكرمها. هل خطر في بالك يوما أن طردك لقطة بدون سبب قد يكون سببا في زوال الخير من بيتك؟ كثير من الناس لاحظوا تغيرات غريبة بعد اختفاء القطط من بيوتهم، وكأنها كانت تحرس المكان من أمر لا يرى. هل رأيت قطك ينظر في الفراغ فجأة أو يهرب من غرفة دون سبب؟ ربما يرى ما لا تراه أنت. بعض العلماء قالوا إن القطط تشعر بوجود الجن وتخاف منهم، وقد تحمي أهل البيت دون أن ندري. فلا تظلم مخلوقا خلقه الله، ولا تطرده من بيتك بلا ذنب. فكر جيدا، ربما تطرد البركة دون أن تشعر. انشرها بقدر حبك للنبي عليه الصلاة والسلام.